مدرسة دولية في التجمع، ركزوا معايا، مدرسة دولية في التجمع اللي المفروض ان فيها انضف طلبة واحسن ناس. 3 بنات او بنتين يمسكوا بنت يضربوها، ينزلوا فيها ضرب بالايدين والرجلين والشلاليت وشد الشعر لحد البنت بتقع منهم في الارض بتحوش المدرسة، ومع ذلك يتلموا عليها وهي واقعة ويكملوا عليها ضرب لحد البنت ما تفقد الوعي. الاسعاف جت خدت البنت ودوها المستشفى. التقرير المبدئي جاي كدمات متفرقه في الوجه وتهتك في فروه الراس. بنت من زمايلهم اتصلت بالاب، الاب جه جري شاف بنته في الحاله دي، غضب شديد وقال لك انا مش هتنازل عن حق بنتي. يقوم البنات اللي ضربوها اللي ما شافوش ريحه التربيه يعملوا ايه؟ بدل ما يجروا ورا الاب ولا يجروا يقفوا جنب زميلتهم ولا يطلبوا الصلح، راحوا عدوا على كام مستشفى عشان يعملوا تقرير للبنت ان هي كمان ضربتهم، عشان يبقى تقرير قصاد تقرير. لحد ما نزل الفيديو اللي فيه البنات وهي بتضرب البنت. طبعا هنا دليل قاطع متصورين هم بيضربوها، مفيش كلام بعديه، كله اتكتم. ومن هنا بقى بعد الفيديو ما نزل ابتدوا يجروا ورا الاب ويجروا ورا البنت في المستشفيات ويبتدوا يطلبوا الصلح، انما الاب رفض وقال لك انا لازم اجيب حق بنتي. المدرسه كان لها دور سلبي برضو في الواقعه كلها لحد برضو ما نزل الفيديو. ابتدت المدرسه تتحرك واصدرت قرار بفصل الطالبات دول فصل نهائي، واحاله الطالبات اللي هم صوروا الواقعه للتحقيق. طبعا الراي العام مقلوب والناس غضبانه، وفي اخبار صدرت ان مجلس النواب طلب التحقيق مع وزير التربيه والتعليم بشان الواقعه دي ومع اداره المدرسه طبعا. انما احنا النهارده بنقول يا ساده، اذا كانت المدارس الدوليه اللي بيدفعوا لها فلوس قد كده وبيودوا فيها اولادهم عشان يامنوا على اولادهم على اساس ان هم فيها انضف ناس وانضف طلبه، بيحصل فيها كده. وما احنا نعمل ايه في بناتنا؟ يعني انا دلوقتي اودي بنتي مدرسه غاليه وادفع لها فلوس عشان ترجع لي بالمنظر ده، تهتك في فروه راس وتخش اوضه عمليات؟ بقينا محتارين يا ساده، قولوا لنا نعمل ايه؟ بقينا محتارين. نودي بناتنا مدارس عشان يتعلموا ويطلعوا قيمه في المجتمع ويرجعوا لنا مصابين ولا ميتين، ولا نقعدهم في البيت ونحافظ على حياتهم بس يطلعوا